الناس قالوا زلزال الحوز علاش الهليكوبتر ما كتهبطش تهز الناس وما تحطش المؤونة في الارض. طبيعه التضاريس الجبليه وهجج الارض من بعد الزلزال ما كتسمحش لطائرات الهليكوبتر تقوم بعمليات نوعيه للانقاذ وتقديم الاغاثه. باش نحلوا هذا المشكل الجيش استعان طائرات الهليكوبتر، ومن بين هاد طائرات الهليكوبتر طائرة شينوك، وهي مروحية من شركة بوينغ. الاسم ديالها شينوك CH-47. كتوصل السرعة ديالها 315 كيلومتر في الساعة، وهي مروحية تكتيكية لنقل الجنود والمعدات وتقوم بعملية الإجلاء كيف ما شفنا في زلزال الحوز. هاد المروحية كتكون مروحتين بدوران عكسي، وحدة كتدور في اتجاه اليمين والأخرى في اتجاه اليسار. الطول ديال هاد المروحية كيبلغ 18 متر فاصلة 29، وطول المروحتين كل مروحة 15.46 متر، يعني على الأقل خاصها واحد القطر ديال 30 متر باش تنزل، وهو اللي ما كاينش بسبب صعوبة التضاريس في منطقة الحوز. كتبلغ السعة ديالها 3914 لتر اللي تقدر تحلق بها ب5 ساعات متواصلة، وكتستهلك ما بين 700 و 1000 لتر في الساعة حسب الثقل ديال الوزن اللي حاملة.